لقب ثاني أغنى رجل بالإمارات انتزعه الملياردير الهندي يوسف علي المؤسس لشركة لولو للتجزئة بحسب بيانات بلومبرغ، فقد بلغت ثروته نحو 7 مليارات دولار بعد قرار بيع حصة 30% من شركة لولو في اكتتاب عام، حيث قيمت الشركة بنحو 5 مليارات و700 مليون دولار. ووصل يوسف علي إلى الإمارات في سن المراهقة عام 1973 وبدأ حياته بفتح بقالة في أبو ظبي بعد عام من وصوله، ثم أخذ في التوسع مع طفرة النفط. اليوم تدير شركته لولو 240 متجرا في 6 دول وتخدم أكثر من نصف مليون متسوق وتوظف أكثر من 50,000 شخص. ويشارف علي على 70 من عمره، أي بنحو 50 عاما تحول من مهاجر عادي إلى ملياردير، وهو أول شخص حصل على الإقامة الدائمة في الإمارات. وقصة نجاح يوسف علي تختصر نجاحات أثرياء في الإمارات من أصول هندية عملوا بقطاعات عدة، مثل آزاد موبن رئيس آستر دي أم للرعاية الصحية، ورافي بيلاي مؤسس آر بي جروب، ورضوان سجان مؤسس دانوب العقارية.